ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب السنة دي تكون سنة سعيدة عليكم وعلينا يا رب. نبدأ كده الفيديو بتاعنا. صلى على النبي ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا أول يوم بقى نفطر في بيتنا، قلنا كده كفاية لف كده من هنا لهنا ونفطر في بيتنا بقى. معلش بقى السيد كان عمال يدب على الباب، طرقناه وبعدين رجعنا لكم تاني. دلوقتي بقى مش هطول عليكم الفيديو. غسلت البطة ونضفتها وكده. طبعا كلنا شطار وبنعرف نغسل البط ازاي وبننضفه ازاي. طبعا قلنا قبل كده ان احنا بنغسله مرة كده تحت المية، بنشيل اي شعرية فيه اي حاجة فيه، وبعد كده بنلفه بملح بس، نسيبه شوية وبعدين نغسله ونلفه تاني بملح وليمون، ونحط بقى، في ناس بتحط دقيق، في ناس بتحط معاه طماطمايه كده. ده كله تمام. نعمل بقى الخلطة بتاعته. جبت بصلتين خرطتهم وحطيت عليهم فلفل اسود ومكعب ماجي وحبة ملح ومعلقة سمنة بلدي بقى من اللي مسيحينها مع بعض المرة اللي فاتت، والرز. ونحشي بقى الدكر. كنا حاطين المية بتاعته على البوتاجاز، غليت كده قلنا نحشيها وننزل بقى على المية على طول، ننزلها كده على بطنها. نحط بقى بصلتين، نحط بقى الرقب والحاجات دي. نحط بقى كام بصلاية كده، هو بصل رفيع فحطها كام بصلاية بس، هو لا بصلاية بصلتين يكفوا يعني. قولنا بقى انتوا امبارح فطرتوا فين، واول امبارح فطرتوا فين، وتعزمتوا ولا كنتوا معزومين، وكل سنة وانتوا طيبين، وطبختوا ايه. حطينا ملح وورق لورا وحبهان وطماطمايه وبصل وايه تاني، بس هو فلفل اسود وملح وحبهان وورق لورا وطماطمايه والبصل كده. نيجي بقى على الحوض نغسل حبة المواعين اللي طلعوا مننا ونروق الدنيا كده حوالينا اول باول. دول حبة المواعين طلعوا مننا، نغسلهم من الاول كده قبل ما نسيب بقى المطبخ يكون نظيف، ونطلع نشوف الدنيا حوالينا بره وكده. وكنت انا لسه صاحيه من النوم، قلت بقى نصلي ونشوف اللي ورانا وكده، وبعدين نرجع تاني للمطبخ. انا اول ما صحيت من النوم غسلت الدكر اصلا وكده، وبعدين رجعت بقى سبته في الملح وكده، ورجعت روقت لا صليت الظهر الاول، وبعدين دخلت بقى ولعت عليه وطلعت بقى روقت الحتة وشفت دورة غسيل لميناها نشرنا كده، وبعدين بقى نرجع تاني للمطبخ. ننضف كده الدنيا حوالينا اول باول علشان يكون الدنيا حوالينا نظيفة ورايقة كده. طول ما المطبخ نظيف بتعملي الحاجة براحة وروقان كده، غير لما يكون المطبخ مكركب بتبقي بتعملي الحاجة اصلا ما انت مالكيش نفس تعمليها، والحاجة بتطلع ملهاش اي طعم ولا اي حاجة، يعني ملهاش اي طعم اصلا، بيبقى اصلا النفسية بتاعتك وحشة وكده، ديكي طاقة سلبية يعني. كده بقى كنت مطلعة مانجا تفك، وكنا روقنا الحتة بره بقى وكده، والازاز دي كانت مطرح ما كنا في السحور وكده. جبناها، واي كوباية بقى اي حاجة، طبق مكان ما السيد كان بيفطر وكده، فجبنا كل حاجة بقى نعملها عشان يكون الدنيا رايقة حوالينا.
صايمين بقى ومش عايزين اجهاد يعني. دلوقتي بسجل لكم الفيديو بعد ما فطرت، مش قادره اخد نفسي والله. الاكل يعتبر يعني احنا الاكل راجع زي ما هو. جوزي مش بياكل قد كده في الصيام، وطبعا انا والسيد وكده مش الواحد مش بياكل قد كده في الصيام اصلا، بس ايه كمان بالذات الرجاله يعني. حاسه ان انا حامل في معدتي من الاكل. العرقسوس بقى، حاسه ان انا دايخه من العرقسوس. بتخانق انا والسيد بقى طبعا كالعاده يا سعاده. مش بيسيبني، مش سايب لي رقبه. يا ابني اقعد بره، مشغلين له الكرتون واقعد مع اخوك بره. لا، ازاي كل حاجه حشر نفسه فيها، عايز يعمل كل حاجه. حطينا قرن فلفل كده مع الطماطم. هنعمل بقى صلصه الفته. احنا قلنا نعمل جنبه اكل خفيف كده عشان الاكل يتاكل، والله وبرضه ما اتاكل. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله. دلوقتي كده بقى نهرس التوم للفتة. نهرس التوم كام فص توم كده، يعني ايه 5 فصوص توم ولا حاجة كده، مش كتير يعني. صلوا على النبي يا جماعة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اكبر الله اعظم. كده اصلا البط استوى. قلت بقى اعمل الفتة، صلصة الفتة. حبيت زيت كده مع الفصين توم، ونقلب قلب قلب لحد ما يصفر معانا. انا رحت فين؟ رجعت لكم تاني اهو. التومة تصفر بس كده، وبعدين نطشها بحبة خل. يعني لو ريحة الخل لما بتطش على التوم ببقى حاسة ان انا في حاجة واقفة في زوري ورايا ورايا. حبة فلفل اسود كده، وحبة كمون، وحبة كزبرة، وحبة ملح، وبس على كده. قلت اسجل لكم الفيديو الاول، وبعد كده اقوم بقى اشطب المطبخ ونصلي العشاء. طبعا مبعرفش اروح اصلي تراويح عشان معايا طفل صغير وكده، مش بعرف. نفسي بقى ايام التراويح ونروح نلم بعض كده ونروح نصلي التراويح ونروح نصلي الفجر. خلاص يا جماعة، كبرنا ولا ايه؟ العيش هنا بقى نحمره في زيت كده، وبعد ما نحمره نبقى نحط عليه معلقة سمنة كده ساعة الغرف وكده. بس عشان خاطر احنا في الشتاء مش ينفع يتحمر في سمنة، بتكلكع عليه وبتبقاش، ما بيبقاش احسن حاجة يعني. فنحمره كده في زيت، وساعة التقديم نبقى نطشله حبة معلقتين سمنة كده، نسخنهم في طاسة ولا حاجة ونحطهم على وشه كده. احسن حاجة في الفتة العيش برده ده. أكلة خفيفة والحمد لله بالهنا والشفا. قلنا بقى ايه، طبعا كنا معزومين على محشي وكده، فمش هنعمل محشي يعني، نعمل بقى أكل خفيف. نولع الفرن كده، نولع الفرن عشان نحط فيه نحمر فيه البط يعني. بشوف الكاميرا شغالة ولا ايه، عشان خاطر انا اللي بصور نفسي يعني.
طلعه كده في مصفى عشان ينزل الزيت اللي فيه. وبصراحة لاخر وقت كان ناشف، وكان زي العسل. كده بقى نعمل حبة رز ابيض. الاول نعمل بقى دقة كده. ايه، كنت في الدقيقة دي كنت مسخنة، عاملة كام معلقة سمنة كده مسخناها، علشان خاطر في الشتا بتبقى مكلكعة قوي، مش بعرف ادهنها على اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد على البطة. فحطيت عليها معلقتين صلصة كده، ولا معلقة صلصة، حبة فلفل اسود وعصرة ليمونة، وندهن بيها بقى البطة كده، وندخلها الفرن. بصراحة بتبقى زي العسل. هنا بقى نعمل حبة رز ابيض، لزوم الحركات بقى، والكبسة والحاجات الفتة والحاجات. لا، ده شكل كده انا دماغي اللي رايحة للكبسة. حبة ملح كده، نشوح شوح شوح لحد ما تلاقي الرز كله اتغلف بالزيت، وتحسيه ايه يعني مفيهوش ميه. وبعد كده تروحي بقى نازله عليه بالميه. انا هنزل عليه بشوربه. افتكرت ان انا حطيت ملح، فمش هحط كله شوربه بقى، هحط حبه ميه كمان. نعمل حبه لسان عصفور بقى. انا دورت في الدولاب على لسان العصفور ما لقيتش، دخلت اجيب من جوه، افتكرت اصلا ان مفيش جوه، هو فعلا في الضرفه. نعمل بقى حبة السلطة جنبنا كده، علشان خاطر ايه الدنيا تبقى متظبطة حوالينا، وساعة المغرب يكون كل حاجة جاهزة وزي الفل، عشان ما نجريش ورا بعض. اصل احنا عارفين يعني، هي الساعة دي بتبقى كلها جري، مش ساعة، هي بتبقى 10 دقايق كلها جري ورا بعض كده. فنبقى مظبطين حاجتنا ومظبطين وقتنا كده، وخلاص الحاجات تخلص معانا بسرعة يعني، ومش تاخد مننا وقت. تنسوش يا جماعة بقى اللايكات والكومنتات، اوعى اوعى. كنا هنولع في نفسنا. شفت الحركة دي. كده عملنا السلطة كمان، ولمينا الدنيا بقى حوالينا، عشان نقعد على الاكل ما يبقاش فيه مواعين ولا حاجة، غير بقى ايه اللي تطلع من الغرف والحلل والحاجات دي بس. والله ولا طلعش حاجة اصلا، هو بس الكام طبق اللي مغروف فيهم الاكل وخلاص على كده، لان الاكل يعتبر رجع كله زي ما هو في الحلل زي ما هو. كل سنة وانتم طيبين يا جماعة، وتعود عليكم الأيام بخير. نصلي على النبي كتير كده، وندعي لبعض ربنا يفك الكرب على كل الناس يا رب، واللي فقد حد الله يرحمه. نترحم على الناس اللي راحت، أغلى الناس في حياتنا راحت في السنة دي، نترحم عليهم، الله يرحمهم. يعني متنسوش بقى اللايكات والكومنتات بقى، ومستنية كومنت حلو منكم، وتقولولي طبختوا ايه النهاردة، عشان نسرق أفكار من بعض بقى. نظبط الحلل كده والحاجات، علشان خاطر تتصفى براحتها، والصبح بقى ايه نرصها. كده برضو فضيت الحلة اللي كانت مكان الشوربة، بدل ما خدت اللي انا عايزاه منها خلاص، مش عايزة حاجة منها بقى،
نصبنها، يبقى هو بس الكام حلة اللي فيهم الاكل وخلاص على كده. طبعا عشان كلنا بنقوم اصلا من على الاكل مش قادرين نعمل اي حاجة. تشجعوا بقى معايا كده وكومنتات كده ولايكات، وشجعوني في الكومنتات كتير عشان مش ما نمشي منكم، واتشجع وداني متحمسة كده واصور كتير وكده يعني، لان ما بلاقيش اي تفاعل، ما بلاقيش حد بيشجعني. بنام لي يومين 3 في الخط كده، ما ببقاش ليا نفس ان انا اصور ولا اي حاجة من دي. فانا حابة ان انا انزل لكم كل يوم وابقى معاكم دايما يعني، فانتوا شجعوني بقى. بحبكم قوي 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 كلكم على فكرة. دلوقتي خلاص بقى كده نغرف. حطيت اللهم صل على النبي، العيش حطيت عليه مغرفة شوربة ومغرفة صلصة، ونحط الرز كده على الوش، ونظبط كده الطبق، ونحط بقى الصلصة كده على الوش وخلاص. الشكل اللي يعجبكم يعني. كده غرفنا السلطة اللهم صل على النبي الفتة، ونغرف بقى بولتين كده لسان العصفور وخلاص. يلا نقول باي، متنسوش اللايكات والكومنتات، مش تنسوا. تعالوا بقى افطروا معانا، مننساش بقى العرقسوس وعصير المانجا، وبالهنا والشفا لكل من كل اي حاجة. لسه بقى جينا نطلع من مخللنا لقيناه لسه كده بقى. بعد الفطار شطبت المطبخ وخليته زي الفل. يلا مع السلامة، الاكل اهو باقي اهو. مع السلامة.